في ليلة هادية من ليالي يناير سنة 2013، بنت كندية اسمها أليسا لام، عمرها 21 سنة، قررت تسافر لوحدها في رحلة لمدينة لوس أنجلوس في أمريكا. كانت بتحب المغامرات وبتحب تكتب يومياتها على الإنترنت، وكانت دايما بتحاول تخرج من حالة الاكتئاب والقلق اللي كانت بتعاني منها بسبب اضطراب نفسي اسمه ثنائي القطب. وصلت لوس أنجلوس واختارت تنزل في فندق اسمه سايس، فندق قديم جدا في وسط المدينة لكن ليه تاريخ مرعب. ناس كتير ماتوا فيه وبعضهم أجرم في حق نفسه وبعضهم اتقتل، وكان معروف إن الفندق غامض ومليان أسرار وأحداث مرعبة على مدار سنين طويلة. وفي أول يومين أليسا كانت بتتواصل مع أهلها وتكلمهم تطمنهم، ولكن فجأة في اليوم التالت اختفت. أهلها اتصلوا الفندق قال لهم إنها خرجت ومرجعتش. الشرطة اتدخلت وفتشوا الفندق كله، كل غرفة كل دور كل مخرج، مفيش أي اسم. بس بعد 4 أيام من الاختفاء الشرطة طلعت فيديو من كاميرا المراقبة. آخر مرة اتشافت فيه أنسة كانت جوه المتحف بتاع الفندق. فيديو غريب جدا، هو ده الفيديو اللي جالنا من العالم كله. كانت لابسة لبس بسيط واقفة جوه المصعد، ضغطت كل الزراير لكن باب المصعد مكانش يتقفل، وقعدت تطلع وتطلع كأنها بتستخبى من حد، كأن في حاجة بتطاردها بس القمر مش شايفاها. وبعدين بدأت تتكلم بإيديها وتعمل حركات غريبة، إشارات مش مفهومة، وعينيها بتتحرك بسرعة. وفي لحظة خرجت من المصعد واختفت فجأة. الفيديو ده انتشار والناس بدأت تحط نظريات. هل كانت بتشوف هلاوس؟ هل في حد كان بيطاردها؟ هل في حاجة مش طبيعية حصلت؟ عدى أسبوع واتنين ومفيش جديد، لحد ما نزلاء الفندق بدأوا يشتكوا من حاجة غريبة أوي، إن المية بتاعة الحمام بقت سودا شوية، والضغط بقى ضعيف، والمية طعمها مريب جدا. فريق الصيانة طلع فوق السطح في الفندق عشان يشوف خزان المية، وهناك كانت الصخرة. لقوا جثة إنيس جوه خزان المية، كانت عريانة، جسمها طافي من غير أي علامة واضحة على إصابات. والأغرب باب السطح مقفول، وعشان تفتحه محتاجة مفتاح أمان خاص. لو كانت فتحت الباب كانت الكاميرا سجلت ده، بس مفيش أي حاجة ظهرت. الشرطة بعد التحقيقات قالت الوفاة كانت غرق عرضي، وإن أليسا كانت في نوبة هلوسة بسبب مرض، واتسللت للسطح ورمت نفسها في الخزان. لكن كتير من الناس مقتنعوا. ازاي وصلت فوق؟ ليه ما كانش في أثر على هدومها؟ وازاي محدش سمع أو شاف أي حاجة؟ وإيه اللي كانت بتشوفه جوه المصحف؟ أسئلة كتير وإجابات قليلة. قضية إم سلام لحد النهاردة قضية غامضة، بقت واحدة من أغرب القضايا والرعب في العالم. ودي كانت قصة إم سلام. انت شايف إنها كانت ضحية مرض نفسي، ولا في حاجة أغرب من كده حصلت ومحدش عارفها؟ قول رأيك في التعليقات، ومتنساش تتابعوني عشان أجيب لكم قصص تانية حقيقية بس أغرب من كده.